السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كويزين فتيل الجماهيري. ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم بخير وبصحة جيدة وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نشارك معكم الطويجين ديالنا ديال الدجاج كوكلي بالبطاطا والجلبانة. خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش نحضر الطويجين ديال اليوم. بالنسبة للمكونات عندي جلبانة، عندي بطاطا، عندي دجاج كوكلي كما قلت، وعندي زيت البلديه او زيت الزيتون، وفي العطريه عندي الثومه والخرقوم والسكينجبير وشويه الملحه، وعندي القزبر وعندي البصله مقطعه طريفات صغار. كنبداو بسم الله توكلنا على الله. كندير شويه زيت البلديه في الطاجين اولا زيت الزيتون، كنزيد عليها الثومه اللي مطحونه، كنطحنها انا بزاف، كنطحنها ناعمه بزاف. كنضيف عليهم طريفات ديال الدجاج كوكلي اللي سلختهم محيده لهم الجلد. صافي كنديرهم بعد ما تبداو يتشحروا على الوجه الاول، كنعاود نقلبهم على الوجه الثاني حتى كيشربوا ديك الثومه مزيان. وطبيعه الحال حنا كنعرفوا الدجاج كيبغي الثومه. صافي كنستمر في التقليب حتى كيف ما قلت ياخذوا الطعم ديال الثومه مزيان. كنضيف عليها ديك البصله اللي قطعت مربعات اولا مشلضه، كنستف عليها الطريفات ديال البطاطا. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل البطاطا ديالي كامله. صافي بعد ما كنسالي البطاطا ديالي بتزاف، كنخلي ديك الحفيره الوسطانيه اللي غادي ندير فيها الجلبانه اولا البازيلا. في كندير الجلبانه في الوسط، وبطبيعه الحال كنخليها تشتت على جنب ماشي مشكل. وكنستف عليها طريفات ديال المطيشه. كتبقى اختياري، انا درتها عجبني المنظر ديال الجلبانه خضر مع مطيشه حمراء. فاللي بغى يدير مطيشه كيديرها، اللي مبغاش ما تيديرهاش. كندير عليه شويه القزبر والمعدنوس من الفوق، وطبيعه الحال العطريه اللي هي سكينجبير والابزار والملحه. صافي وكندير عليهم تقريبا نص كاس ديال الماء، وكنخلي الطويجين ديالي حتى كيطيب. ملي كيطيب كيجي بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، ما كياخذش وقت بزاف، وفي نفس الوقت كيجي طاجين رائع. فكنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. ولا عجبتكم الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. نتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.